بتبدأ حلقتنا مع ناثانيل، وهو زميل لمارينيت وبيحبها جدا وبيحب الرسم وبيحلم انه بطل خارق وبينقذها من الاشرار. وتوقفه المدرسة وبتقول له يروح على المدير لانه قاعد سرحان، لكنه وهو ماشي بتقع منه صورة ليه هو ومارينيت من اللي كان راسمهم، وبتاخدها كلوي وبتفضل تتريق عليه وبيغضب منها جدا، والمدرسة بتطرده وبيستغل غضبه هوكموس وبيبعت له الأكومة تسيطر عليه وبيقول له هتبقى ايفلستريتور وانا هنا عشان اساعدك، وفي المقابل انت كمان هتساعدني. ومن الناحية التانية المدرسة بتختار مجموعة طلبة عشان يعملوا مشروع سوا، واختارت أدريان ونينو وإيليا مع بعض، ومارينيت هتكون مع كلوي وسابرينا. وبتتضايق مارينيت وبتطلب تعديل المجموعة، لكن المدرسة وبترفض كلوي إنها تساعدهم، وبتطلب منهم ان هم اللي يعملوا المشروع ويكتبوا اسمها معاهم. وبترفض مارينيت انها تعمل كده، ان ده مشروع جماعي ولازم تكوني معانا بمجهودك. ومن ناحيه تانية بيبدا ايفلستريتور هجومه على كلوي اللي اتريقت عليه، وبيرسم لها سشوار ضخم، وبيفضل السشوار يجري ورا كلوي، ومارينيت بتتحول للدعسوقه، وادريان بيتحول للقط الاسود. وبتيجي الدعسوقة وبتنط على السشوار وبتلف اليويو على العمود وبتوقعه، وبيجي القط الاسود وبيدمره بالعصايه، وبيجروا على ايفلستريتور لكنه بيعمل حاجز بينهم وبيطلع يجري. بتروح الدعسوقة والقط الاسود لكلوي لان ايفلستريتور قصدها هي بالذات، وبيسالوها على السبب، لكنها بتقول لهم ان كل الناس بيحبوها ومعرفش ليه هو قاصدني انا، وبتبوظ الرسمه اللي كان راسمها ناثانيل، فبتتضايق منها الدعسوقة وبتسيبهم وبتمشي. وبترجع على البيت وبيجي لها ايفلستريتور وبيقول لها انه بيحبها جدا، فبتقول له لو بتحبني اوعدني ما تاذيش كلوي وما تاذيش اي حد، وبيعزمها على عيد ميلاده، وبتوافق مارينيت عشان تعمل له فخ، وبيبقى مبسوط جدا انها وافقت، وبيوعدها انه مش هيأذي حد وبيمشي. وبتتصل الدعسوقة على القط الاسود وبتقول له ان ايفلستريتور بيحب مارينيت وهيقابلها النهارده عند النهر، ووعدها انه مش هيأذي حد فلازم تروح وتنقذها. وبيروح القط الاسود فعلا يقابل مارينيت عشان يحميها، وبيعرفها بنفسه، وهي بتعمل نفسها انها ما تعرفوش وان هي فرحانه جدا انها شافت القط الاسود، وبتوافق ان هي تساعده، وبتروح علشان تقابل ايفلستريتور، وبيبقى مبسوط جدا انها قبلت العزومه وجت. والقط الاسود بيلحقهم على المركب، ومارينيت بتقول لايفلستريتور ايه رايك تديني القلم بتاعك ارسم لك رسمه بمناسبه عيد ميلادك، وبتاخد منه القلم، وبيطلع القط الاسود، وبيتفاجئ ايفلستريتور ان مارينيت اتفقت معاه، وبيتعصب منهم وبيوقعها وبياخد منها القلم، وبيحبسهم في مكعب، وبيعمل فتحه في المركب عشان تغرق، وبيسيبهم وبيمشي. وبتقول لمارينيت للقط الاسود انه يفتح العصايه عشان يعرفوا يخرجوا، وفعلا بينجحوا وبيخرجوا، وبيسيبها وبيمشي عشان يلحق ايفلستريتور. ومارينيت بتتحول بسرعه للدعسوقه عشان تروح تنقذ كلوي، وفعلا بيروح ايفلستريتور على كلوي وبيرسم جزمه عملاقه بيخليها تجري وراه، وبتيجي الدعسوقه وبتنقذها، وبتكسر الكعب بتاع الجزمه وبتكسر الجزمه، وبيبدا يهجم عليهم بالبوكس، وبتقدر الدعسوقه تدمره، وبيرمي على الدعسوقة قرص طاير وبتوقفه، لكنه بيطير على كلوي، وبيقدر القط الاسود انه يدمره. وبتفتكر الدعسوقة انه مش بيعرف يرسم في الضلمه، فبتقول للقط الاسود انه يدمر الانوار، وبيستخدم القطاطية عشان يدمر مفتاح النور، لكن ايفلستريتور بيمسح المفتاح، وبيأيد القط الاسود بكرة حديد كبيرة في رجله، وبيمسح السقف، وكان القط الاسود هيقع، لكن الدعسوقة بتستخدم تعويذة الحظ اللي بتنزل لها كرة مطاطية، وبترمي الكورة وبتفضل تتنطط لحد ما بتكسر كل اللمبات، وبترمي عليه اليويو وبتوقع منه القلم وبتاخده تكسره، وبتخرج منها الأكومة وبتزيل منها الشر، وبترجع كل حاجة لطبيعتها، وبيرجع ناثانيل لطبيعته، وبيفرح القط الأسود والدعسوقة بنجاحهم في الوقت اللي بيغضب فيه هوكموس إنه كان هياخد الميراكلوس ويحقق حلمه السري. وبنروح لمارينيت اللي سابرينا زعلت منها إنها ما عملتش معاها المشروع، وقالت لها أنا هعمله لكلوي ومش عايزينك معانا، وبتسيبها. وبيجي لها أدريان اللي بيسألها ايه رأيك في القط الاسود، فبتقول له هو كان جامد بس مش زيك، فبيتبسط جدا وبيسيبها وبيمشي، وهي بتفضل واقفه متنحه، وتيجي بتقول لها حاولي تتحكمي في مشاعرك شويه انت كده كسفانه. وبتخلص حلقتنا. دمتم طيبين يا احلى الحلوين، وما تنسوناش بقى في اللايك والشير. سلام.